حسناً يا جماعة، كنت أعتقد أن نظرية الاستبدال مجرد نظرية مؤامرة، بس اسمحوا لي أرفع إيدي وأعتذر لكل منظري المؤامرة اللي حاولوا يحذرونا زمان من الموضوع ده وإحنا ما كناش بنهتم بكلامه، لأني دائما كنت موضوعي جدا ودائما بدور على الأدلة القاطعة. ودلوقتي بما إن اللي بيحصل قدام عينينا وفي الوقت الحقيقي، ما عنديش أي شك إن فيه ناس حقيقيين. مش عارف مدى تأثيرهم، واضح أنهم كانوا مؤثرين وناجحين جدا، لأننا شفنا التفكك والانهيار وسقوط أوروبا. ودلوقتي احنا شايفين السرطان ده بينتشر لدول تانية غربية مش أوروبية كمان، وواضح أنه بيحصل في أستراليا برضو. فما فيش غير تفسير واحد بس لده. الناس دي مشتركة في الموضوع ده وهم متفقين أيديولوجيا مع فكرة جلب ناس علشان يعملوا مجتمع أحادي الثقافة. لا، مش مجتمع أحادي الثقافة. أظن هم بيسموه مجتمع متعدد الثقافات، بس هم عايزين يعملوا مجتمع كل الثقافات فيه اندمجت مع بعض بشكل ما وإحنا عايشين فيه. بصراحة مش عارف هم بيفكروا في إيه بالظبط. أنا مش عارف إذا كانوا بيشكوا في نفسهم ولا لأ، بس الواضح إن دي كانت الفكرة اللي اتبعت لنا، إن التعددية الثقافية هي الطريق للمستقبل، وده هيحل مشكلة نقص العمالة عندنا ومشاكل انخفاض معدل المواليد. كل المشاكل دي هتتحل. بس علشان يحققوا ده كانوا فاهمين برضو إنهم لازم بطريقة ما يفككوا الثقافة السائدة الأصلية. اللي هيطلع من ده هيكون حاجة أكتر انسجاما، حاجة أكتر لطف، وحاجة أكتر مساواة. ده اللي بيقوله لهم، بس بوضوح ده مش اللي بيحصل. احنا شايفين ده بوضوح. يعني أديتيا، عايزك تعرض كل الفيديوهات جنب الكلام ده، عارف، اللي بتبين العشوائيات في باريس ولندن وكل حاجة، ولا بتكلم عن الموضوع ده. احنا بالفعل شفنا تدهور مدننا. باريس بقت شبه عشوائية كبيرة من العالم الثالث. لندن، برمنغهام وأجزاء من شرق لندن، الوضع كارثي. أي حد كان فاكر إن ممكن نجيب ناس من كل أنحاء العالم عشان في الآخر كلنا دمنا واحد، كلنا محتاجين نفس الأكسجين، كلنا بشر في النهاية. أي حد كان مؤمن بالكلام ده بأي درجة مش هيقدر يقف معاه تاني. فيه ناس بتحاول بكل جهدها تنقذ أوروبا. في فعلا قانون اتقترح من إيفو بلارينجين بروك، وده معروف باسم قانون إنقاذ أوروبا، وده مش قانون تابع للاتحاد الأوروبي ولسه البرلمان الأوروبي ما وافقش عليه. دي حملة سياسية اتعملت سنة 2026 كمبادرة من مواطني أوروبا، ودي تعتبر آلية بتسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي يطلبوا من المفوضية الأوروبية إنها تفكر تقترح التشريع ده. هو بيقترح إيه؟ هم ببساطة بيطلبوا وقف مؤقت للهجرة الجديدة لغير الأوروبيين، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، وكمان تشديد الرقابة على الحدود الخارجية، وإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتسريع إجراءات الترحيل، وإطار عمل على مستوى أوروبا كلها علشان اللي بيسموه إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، وتقليل أو إزالة الحوافز الاجتماعية المرتبطة بالهجرة اللي هم بيقولوا إنها بتجذب الناس للهجرة. مفيش حاجة غريبة في الكلام ده يا جماعة. في الحقيقة لو رجعت للتسعينات ولو فعلا شفت سياسات الهجرة في كل دولة غربية متقدمة، الكلام ده كان هيعتبر عادي، مش بس من اليمين لكن كمان من اليسار والديمقراطيين. أنا بتكلم عن فترة بيل كلينتون في التسعينات، وتوني بلير، أو حتى قبل توني بلير في بريطانيا، وطبعا في دول أوروبية تانية من التسعينات. كانوا حيقولوا ده عادي. كان في رقابة أقوى على الحدود الخارجية، ما كانش في جنون طلب اللجوء اللي احنا شايفينه النهاردة، وكان صعب على مواطني الاتحاد الأوروبي يتحركوا بحرية. في الحقيقة النظام كان شغال، مش كده؟ الشخص البولندي كان يقدر يروح فرنسا من غير ما يوري جواز سفره. النظام ده كان شغال. عارف ليه كان شغال؟ ليه الاتحاد الأوروبي فعلا اشتغل لفترة طويلة؟ ده كان علشان أغلب الناس دي كانوا متشابهين ثقافيا بشكل ما، لكن لما تبدأ تجيب ناس من أفريقيا جنوب الصحراء أو من الشرق الأوسط، الصورة بتبدأ تتغير بشكل كبير. يعني إيفون دينجر بروك هي اللي ورا الموضوع ده وكانت بتسأل عنه، فهي عندها تحديث بخصوص ده. يلا نسمع منها. لسه مستلمين الدليل القاطع إن الاتحاد الأوروبي بيكره الأوروبيين. استلمنا خطاب من المفوضية هددوا فيه برفض قانون أوروبا الآمنة. هم بيقولوا إن عدم الرغبة في الهجرة من غير الغرب بيتعارض بشكل واضح، وبكرر بشكل واضح، مع حق عدم التمييز، وبيخالف اللي بيسموه القيم الأوروبية. القناع دي وجهة نظر متناقضة في حد ذاتها. القيم الأوروبية بتمنع الاتحاد الأوروبي من إنه ما يسمحش لغير الأوروبيين بالدخول، بس الناس اللي جايين دول هم بيجيبوا معاهم قيمهم الخاصة.
وبعدين القيم دي اللي كلنا عارفين إنها بتتعارض بشكل مباشر مع القيم الأوروبية، زي النسوية وحقوق مجتمع الميم وكل الحاجات الليبرالية دي. طيب القيم الأوروبية دي هتستمر قد إيه لو فضلتوا تجيبوا ناس ضد القيم الأوروبية؟ ده موقف بيهزم نفسه بنفسه. بس برضو الليبراليين دول لسبب ما مش قادرين يشوفوا ده. إيه اللي هيحصل لما القيم الأوروبية تنهار تماما وتتبدل بقيم الثقافات التانية اللي جاية دي؟ ده موقف بيهزم نفسه بنفسه. ده زي واحد أسود بيطلب العبودية، أو ستات بيطلبوا الإسلام، أو فراخ بتطلب KFC. اتلغى. هم بيقولوا بصراحة إن الرغبة في حماية ثقافتنا من الاستبدال عنصرية، وفي نفس الوقت كل مبادرة يسارية لفتح الحدود بتتوافق عليها. في أيام الوصول الآمن والقانوني لأوروبا للاجئين، وأوروبا من غير حدود، والمبادرة لحقوق غير المواطنين في أوروبا. كل ده كان عادي بالنسبة للمفوضية الأوروبية. المفوضية بتدي كل مهاجر بيطلب مفتاح لبيتنا، لكن بتحرمنا إحنا الشعوب الأصلية في أوروبا من حقنا في الدفاع عن نفسنا حتى ضد قتل أولادنا. ده مش نفاق، ده وشهم الحقيقي. هم نفسهم اللي بيقولوا كده. هم مش عايزين أوروبا تكون للأوروبيين. هم بيقولوا إن حتى مجرد الادعاء إن في حاجة اسمها الهوية العرقية أو الاستمرارية الثقافية لشعوبنا ده في حد ذاته عنصرية. مجرد وجودنا نفسه. أنا شايف إنها بتقلل من قيمة الموضوع لما بتقول الهوية العرقية الثقافية. كان ممكن بس تقول الهوية الثقافية، ده كفاية. الهوية الثقافية، الثقافة الهولندية، الثقافة الألمانية، الثقافة البولندية، عرقياً في اختلافات بسيطة، بس تقدر تقدم حجة ثقافية قوية. تقدر تقدم حجة ثقافية. كيان أو استمرارية شعوبنا ده في حد ذاته عنصري. وجودنا نفسه. لأن لو اتكلمت عن العرق يبقى الموضوع عنصري تلقائيا. حجتك لازم تكون ثقافية، هي حجة ثقافية. فعلشان تقولهم إن ده مش عنصري لازم تخلي الموضوع عن الثقافة مش عن العرق. الوجود نفسه بالنسبة لهم عنصري. بس طبعا احنا مش بنقبل ان البيروقراطيين اللي مش منتخبين زي أورسولا فوندر لاين يقرروا اذا كان الاوروبيين ليهم حق الوجود في اوروبا ولا لا. أيوة. فردنا واضح، احنا مش هنتراجع، مش هنسحب ولا كلمة من قانون اوروبا الآمنة. احنا هنصمم اكتر. كويس. إحنا مش سذج، كنا شايفين ده جاي. عشان كده عملنا البنية التحتية بتاعتنا بنفسنا. وعشان كده إحنا عندنا خطة دلوقتي إحنا سابقينهم بخطوة. ولما يرفضوا اقتراحنا فعلاً هيكون عندنا الخطوة الجاية جاهزة. إحنا هنكون أسوأ كابوس ليهم. ازاي؟ وطبعاً اللي سجلوا في موقعنا الإلكتروني هيكونوا أول ناس يعرفوا خطواتنا الجاية. لأن لو في حاجة واحدة أنا متأكدة منها فهي إن قانون أوروبا الآمنة مش مجرد مبادرة، ده بقى حركة كبيرة. كويس. حوالي 400 ألف مواطن أوروبي بالفعل وقعوا على حملتنا، والأكثر إثارة للإعجاب 100 ألف، يعني واحد من كل 4 بالفعل تعهدوا أنهم يشاركوا في حملتنا. كويس. أنت سمعته صح، 100 ألف أوروبي عايزين يشاركوا في قانون أوروبا الآمنة، والرقم ده المفروض يصدم البيروقراطيين في بروكسل، وهنوريهم إن بإذنهم أو من غير إذنهم إحنا هنوصل للمليون، ووعد مننا إحنا هنخلي صوتكم مسموع. وبمساعدة الجيش ده من المتطوعين هتشوفوا قريب بوسترات ومنشورات واستيكرات وكل حاجة عن قانون إنقاذ أوروبا في مدن أوروبا نفسها، المدن اللي احنا بنحاول ننقذها. وعشان كده بروكسل خايفة، هم عارفين إيه اللي جاي، وعشان كده بيحاولوا يسكتونا. إحنا مش سحرة، ده غباء منهم، ده غباء من بروكسل. ده مش هيخلص على خير. كل ما التأخير يطول كل ما هم بيتشددوا أكتر وكل ما بيدفعوا الناس أكتر للعنف. دي محاولات سياسية من الناس دي. مستنيين الدعوة في 15 يوليو هنروح بروكسل وهنكون واخدين كل توقعاتكم معنا. احنا عارفين ان الحجج العقلانية مش بتقنعهم، الحاجة الوحيدة اللي بتقنعهم هي الكمية والعدد. الأغلبية الصامتة لازم تتحرك. احنا محتاجين مساعدتكم. هنوريهم ان أغلب الأوروبيين عايزين إعادة المهاجرين لبلادهم، وإن أغلبية الأوروبيين عايزين يعيشوا. امضي عليها دلوقتي، شاركها، اقنع أصحابك وعيلتك، لأن بس مع بعض نقدر نخلي الحركة دي كبيرة لدرجة محدش يقدر يتجاهلها.
بس مع بعض نقدر نخلي إعادة المهاجرين لبلادهم تحصل، وبس مع بعض نقدر ننقذ أوروبا. فأنا أحط الرابط في الوصف، دي صفحتهم. فلو أنت مواطن أوروبي يبقى أكيد روح هناك وامضي على الطلب دلوقتي. هم وصلوا ل 450 ألف، هم محتاجين يوصلوا لمليون. وأيوة بعد كده هيضطروا يناقشوا الموضوع. أنا مش عارف القوانين بالتحديد في الاتحاد الأوروبي، بس عادة لما توصل لعدد معين من التوقيعات البرلمان الوطني بتاعك لازم يرد، لازم يناقشوا الموضوع لأي سبب. فأنا مش كنت متخيل حتى إنك هتحتاج تعبئة كبيرة بالشكل ده عشان تعمل حاجة زي كده. ده بيحصل في كل مكان. بص على ده، قرية صغيرة فيها 800 شخص في إيطاليا هتستقبل 3750 إفريقي، يعني عددهم هيبقى أكتر من السكان الأصليين ب5 مرات. تخيل البلدة الصغيرة دي في إيطاليا هيبقى فيه جدات وأطفال، وهيسيبوا الناس دي. يا إلهي، هم فعلا هيسيبوا الناس دي؟ واو. وبص على ده، نفس الكلام بيحصل في المملكة المتحدة كمان. بص هنا لينتون على أنقذوا قريتنا، خطة وزارة الداخلية. 1500 طالب لجوء رجال هيتسكنوا في موقع قاعدة لينتون الجوية القديمة. عدد سكان القرية 800، الوافدين الجدد 1500، يعني بنسبة 2 ل1. قرية صغيرة جدا في إنجلترا، دي منطقة ريفية، وهم بيعملوا كده علني. بص على ده، الراجل ده اللي حتى مش بيعرف يتكلم إنجليزي لسه مدينه بيت في أبردن، هو بيتكلم من خلال مترجم. وبصوا للست دي، الست اللي بتدعي التقدمية اللي مبسوطة وهي بتسلمه المفاتيح. واضح إنها بس بتعمل شغلها، بس شكلها مبسوطة. دي كارثة يا جماعة، إحنا مش عارفين إيه اللي بيحصل. فأيوة، وقعوا على القانون، وقعوا على القانون يا جماعة، يمكن يحصل حاجة. لازم نعمل حاجة تاني. زي ما قلت قبل كده، كل حاجة بتتقلب. لازم نستكشف كل الخيارات السياسية، وده خيار سياسي.